السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات في البلوج إن في البي اتش بوت وقد إيه الحاجات دي ممتعة، وهنعمل كام حاجة. مش هنعمل كل الأوامر، يعني أنت بنفسك تقدر تعمل كل الأوامر بعد ما تتعلم إزاي بتتعمل كفكرة. بعد كده تقدر يعني تفهم بقى كل حاجة. أنا بديلك بس الفكرة بطريقة مبسطة وأنت هتلاقيها سهلة معاك بعد كده. تمام. النهاردة هنتكلم عن إن البي اتش بوت فيه حاجة ممتعة جدا، وهي إن أنت تقدر تحكم كلي في إيميل عن بعد. بمعنى إن أنا دلوقتي ونفترض مش في البيت عند واحد صاحبي، فبقوم جاي حاطط الايميل في لستة الاوامر. من خلال الايميل صاحبي ده اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا. او مثلا واحد صاحبي عايزني اعليه، فانا مش فاضي او مش عارف اديله الايميل، فبقول له مثلا على شوية اوامر يعملها وبحط اسمه، فمن خلال كده بيقدر يعمل كل حاجة نفسه فيها. تمام. فهنبدأ بس بشوية أوامر مبسطة كده للفكرة عشان تقدر تفهم قد إيه الموضوع ممتع جدا. تمام. أول حاجة هنخش نكتب اسم الإيميل اللي إحنا عايزينه يتحط في لستة الأوامر. هنضغط اسم الإيميل، بعد كده نعمل اد. تمام كده الإيميل اتحط في الخانة بتاعة الاد بتاعنا الليسته، ونبدا بقى على بركه الله. طيب دلوقتي انا عايز اعرف مكان الايميل، والايميل ده مش يعني انا مش عارف مكانه فين. تمام. هو صاحبي مثلا قال لي موقعه بس انا مش عارفه، فبقوم جاي بكل بساطه مكلمه كده برايفت وكاتب له لازم الكلام كله يكون كابيتال. جيت بص، اول ما اضغط انتر كده هقوص الاقيه باعت لي الاحداثيات كلها. اقدر من خلال الاحداثيات دي احطها في الاس بوت 1287 والواي بتاعته 119، الزد بتاعه 800. تمام. وهعمل كده سيف وادي ستارت. تمام. هتلاقوا الايميل بتاعي رايح للاحداثيات اللي انا خدتها من الايميل. من خلال الاحداثيات ديت اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا. اقدر اشغل البوت، اقدر اخليه يعمل ستارت بوت، اقدر اخليه يلعب، اقدر اخليه يعمل يعني حاجات كتيرة جدا مكتوبة هنا في الاوامر. اقدر اخليه يسافر يرجع لو انا مثلا الايميل بتاعي ليفل صغير وما يقدرش يروح للموقع الليفل بتاعه، فبسهولة اقدر اكتب له ريتيرن يقوم جاي راجع المدينة تاني، ونبدأ مع بعض واقول له اعمل تريس عليا، يمشي ورايا، اوديه المكان، اقول له العب هنا، يخش بارتي او دخل بارتي بالغلط اقول له اطلع من البارتي. يعني في حاجات كتيرة جدا ممتعة في خانة الاوامر دي. هنجربها مع بعضنا على ما يوصل الايميل للمكان. طيب في حاجة كمان هنا بتقدر تضيفها، وهي ترجمة. يا جدعان متخيلين ترجمة؟ اللي هو مثلا انا داخل جلد لاتينو بيتكلموا اسباني، فبقوم جاي عامل مثلا الاوامر لو اللغة اسبانية، بقوم جاي مختار الاسباني مثلا وترجمهولي اللغة الانجليزية. تمام. فين الاسباني مثلا؟ اسبانيا طبعا ديت معظم الناس بتتكلم اسباني في بعض الجلدات. الانجليزي، ولو انا مسافة ما اعمل كده هيبدأ بقى اي كلام انا اكتبه. زي ما انتم شايفين هو قدر يروح المكان اهون، واقف جنبه كمان، يعني المكان بالظبط زي ما هو بعتهولي، الاحداثيات مظبوطة وكله تمام. في حاجة كمان يعني اللي هي الترجمة دي خرافية جدا. ونفترض ان انا اسباني ومش بفهم انجليزي مثلا. تمام. فهقوم جاي عامل كده هنا اول واحدة اسبانيا وتاني واحدة انجليزي زي ما انتم شايفين كده. ديت لو انا كتبت له
وطبعا الكيبورد بتاعي غير داعم الاسباني، فانا خليتها الاسهل يعني من الانجليزي. فنكتب له مثلا هاو ار يو، وشوف معايا كده هتجيله ازاي، كومو استس، اللي هي باللغه الاسبانيه جايه كده. طبعا عشان انا اخليها بقى اسباني لازم يكون اللغه ذات نفسها مكتوبه باللغه الاسبانيه عشان يقدر يترجم الكلام ده. تمام، ده بالنسبه للغه. نرجع تاني لخانه الكنترول، نقدر نكتب له مثلا تريس، هيقوم جاي عامل تريس. والتريس ده يا شباب مش زي التريس العادي اللي هو ده، لا، التريس ده اجمل بكتير لانه بيروح للمكان. يعني لو نفترض ان الايميل اسرع منك، هتضغط كده تلاقيه بيسبقك ويروح، تضغط كده تلاقيه بيسبقك ويروح. شايفين؟ تمام. طيب انا دلوقتي عايز اخده مثلا واروح لمكان معين، وبعد كده هنشغل البوت مع بعض. هنفترض ان هو هنا مثلا. اول حاجه اقول له نو تريس عشان البوت ما يبوظش الدنيا ومش هيرضى يسمع الكلام. اقول له نو تريس كده، ايه، فكنا التريس وما عادش بيتريس عليا. تمام. اقدر اخليه بقى يعمل ستارت بوت، وهي اللي انا هقول له ست بوس. كانت الاولى جيت بوس، انما دي ست بوس. تمام كده، مكان ما هو واقف اللي هي زي جيت كورنت كده. تمام، مكان ما هو واقف كده وظبطها. هقول له بقى ستارت، يقوم جاي ايه، ضارب تقاطب، ضارب الديفل، بادئ، كل اللي محطوط يبدأ يشتغل بقى. تمام. في حاجات اوامر كتيرة جدا نقدر نعملها، اللي هو مثلا ريتيرن هيرجع. لو انا عايزه مثلا هو ماشي ورايا وجه مكان هيسافر، عايزه يسافر من مدينة لمدينة، هقول له مثلا تيليبورت، اللي هي هكتب له تي بي، وبعد كده اقول له من مثلا هوتام، وبعد كده اعمل مسطره واقول له داون، يقوم جاي مسافر من هوتان لداون. اقول له مثلا اللي هو ايه زرك، يقوم جاي مزرك. اقول له لو هو دخل باوتي بالغلط اقول له جيت اوت، يقوم جاي طالع من الباوتي. يعني مميزات رهيبه جدا 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 جدا، ما تقدروش تتخيلوا قد ايه. لو برضه الراديوس بتاعه كبير، اللي هو بيلعب في راديوس كبير، هقوم جاي قايل له مثلا راديوس ايه 50. يعني بص كده ركز، هي مكتوبه هنا ايه اللي باللون الاخضر دي 50 اهي، انا عايزها 100. اقوم جاي قايل له ايه set radius يو. لازم تتاكد ان الكلمه مكتوبه زي اللي تحت بالظبط، هنا مفيش او. set radius، وبعد كده اعمل مسطره واكتب له مثلا 100 كده. ايه الراديوس بتاعه بقى زي ما انتم شايفين اتغير وبقى 100. تمام. طب لو انا عندي يعني حاطط انا اتنين في البي اتش بوت زي ما انتم شايفين، في واحده هنا اهيت، واحده اسمها كراكار. لو انا عايز اروح لدي واسيب دي، يعني نفترض ان انا حاطط له سكريبت معينه بس لازم يوصل لمكان معين عشان يروح، فانا خدته للمكان وعايزه بقى يبدا السكريبت التانيه دي، هقوم جاي كاتب له برضه هنا اهي. بصوا ركزوا كده، شايفين كلمه سيت اريا دي، تقوم جاي كاتب له عليها، يقوم جاي رايح للاريا سيت اريا، واسمها تضغط مسطره، واسمها كراكار. لازم تكون مظبوطه بنفس الكلمه، نتاكد برضه منها عشان ما نكتبش حاجه غلط. كراكار كده تقريبا انا كاتبها كده، لا غلط برضه، الكي كابيتال معلش. وبكده زي ما انتم شايفين شغالة اهون، وبقت التانية هي اللي باللون الاحمر، وديت هي اللي شغالة معانا. طبعا هو تاه مني اهون وانا مش عارفه، هبعت له جيت بص، يقوم جاي ايه باعت لي الكلام. لو انا بقى ما اقدرش اروح له،
فانا هنعمل حركه جميله تانية بقى. هو راح في اي مكان انا مش عارف هو راح فين دلوقتي، وخلاص الايميل ساح مني وكله تمام. طيب دلوقتي احنا رجعنا هنعمل تجربة تانية خالص. هنكتب له ايه بقى؟ هنكتب له return. هيضرب return معانا. شايفين؟ بيضرب return. كده الايميل رجع. طيب دلوقتي الايميل رجع وانا مش عارف هو فين. اقوم جاي اعمل له تريس واحاول اسافر كل مدينه لحد ما يلاقيني ويجي ورايا. زي ما انتم شايفين اهو انا جبت الايميل دلوقتي اهو في المكان بتاعي. اقول له نو تريس. اهم حاجه نو تريس عشان ناخد بالنا من اي امر تاني. كده هو ايه؟ لغى التريس. طيب انا عايزه يسافر. اقول له ايه مثلا؟ تي بي. تمام. لازم تكتب الكلمة زي ما هي مكتوبة بالظبط. تعمل مسطرة دون وانك، وبعد كده مسطرة تكتب هوتان ونشوفه كده هيعمل ايه. هل انا كتبتها صح؟ لازم تكتب السبيلنج بتاع الكلمة صح. زي ما انتم شايفينه سافر هو هتان دلوقت. تعالى نروح نشوفه كده في هوتان. زي ما انتم شايفين هو في جنب اهو. فتقدر بالبي اتش بوت تعمل اوامر كتير جدا موجودة فيه. ده احنا معملناش كل حاجة لسه. مثلا لو انا مديله بارتي، تمام كده مديله بارتي، هو البارتي معايا شايفينه. بس احنا مثلا هنيقن ان هو دخل بارتي غلط. طب جاي كاتب له جيت اوت. لازم الكلام يكون كابيتال، مش كابيتال مش هياخد الامر. ولازم تكون ونفترض مثلا واخد صورة من الأوامر بتاع البوت وتسيبها عندك، بحيث إن أنت لو هتبعتها لواحد تبعتها له يبقى فاهم بالظبط هو بيكتب الأوامر إزاي. لو قلت له جيت أوت هو جاي طالع من البارتي، طلع من البارتي. تمام. أقدر أقول له اقفل الإيميل. يعني أنتوا متخيلين؟ ركزوا معايا كده. اقفل الإيميل. اقفل الإيميل كأنه بني آدم. لو أنا كتبت له دي سي 1 2 3 باي باي. يعني انتوا مش قادرين تتخيلوا قد ايه البوت ده ممتع جدا في الاوامر اللي عملها وفي الحاجات اللي بيقدر يعملها. زي ما انتم شايفين يقدر يعمل حاجات كتير قوي قوي. يقدر مثلا يلبس الكوفية، يقدر يقلع الهدوم او يقدر يلبس الهدوم، يقدر يعمل ريفيرس، يقدر يسافر، يقدر تعرف مكانه فين، يقدر مثلا تشغل بوت وتقفل البوت، تقدر تزرج بيه، تقدر تعمل حاجات كتير قوي وانت اصلا مش قاعد على الجهاز، انت في مكان تاني. فدي حاجة ممتعة جدا. تقدر برضو تعمل ستول وترد بيه على الناس. تقدر مثلا تكتب حاجة هنا تسجلها هنا وتسجلها هنا وتعمل له انيبل. هيبقى مثلا واحد داخل يكلمك في رسالة انت متوقعها، مثلا هيقول لك ايه، ولا نفترض ان انت عارض ستول وواحد داخل يفاصل، فانت تكتب ايه هنا الستول مسج، معلش مسج تو باير هتكتب له the price is final او last، اللي هي يعني هي كده اخرها. فانا عارض مثلا حاجه بمليار، بيقوم جاي واحد داخل لي كاتب لي 800 مليون، يقوم جاي البوت اوتوماتيك باعت له الرساله دي the price is final، يعني اخرها كده. انا مش هقلل عن الرقم ده. في نفس الوقت انت رديت عليه وفي نفس الوقت ايه، ما حيرتش نفسك، فاهم؟
في برضه مسج في الستول تبقى كاتبها كده متسجله على طول، كل شويه يبعتها اللي احنا بنشوفها واحنا واقفين في المدينه. دي تقدر برضه تسجلها في البوت، دي يفضل يبعتها للناس كلها في الاول، عمال يبعت مثلا WTS ولنفترض مثلا سكرول ريفرس او جلوبال، ويفضل يبعت الكلمه دي دايما. تقدر برضه في الأكاديمية يدخل ناس ويطلع ناس، في حاجات ممتعة جدا وإن شاء الله أنا هحاول أشرحها لكم في القريب. وأنا قلت مش هشرح لكم اللي هي أهم حاجة والأهم اللي هي الإكس كنترول دي، وإن شاء الله هبقى حاطط لكم الملف لو محدش معاه الملف ده، هحطها لكم تحت في الشر في الوصف تقدر تحملها. أتمنى إن الفيديو ده تكون استفدت منه، اتمنى ان انت تكون بتستمتع بالفيديوهات بتاعي، وما تنساش تعمل اشتراك ولايك في القناة عشان ان شاء الله الجديد يوصلك دايما. شكرا، سلام عليكم.